انت لو عملت الحاجه الوحشه اللي هقول لك عليها في الفيديو ده بالاصدقاء وطبقتها كويس، انت هتبقى اسعد انسان في الدنيا. ولو مش فاهم انا قصدي على ايه، فتعال نقعد واحكي لك قصه غريبه. من فتره كده بالاصدقاء انا كنت قاعد مع جماعه اصحابي. المهم وانا قاعد معاهم كده، انا كان في واحد صاحبي فيهم انا دايما بستغربه. هو ما بيعملش حاجه غريبه، بس انا كنت شايفه على طول دايما بيضحك ومبسوط. اللهم بارك، انا ما بقرش اكيد، بس انا كان عندي فضول جدا اساله هو ازاي عارف يبقى مبسوط وبيضحك كده، على الرغم ان ممكن احلف لك ان عنده مشاكل اكتر منك. فقلت يا واد يا شاب ما بدهاش، وخدها بحسن نيه وروح اساله. ورد عليا ابو الاصدقاء اغرب رد انا سمعته في حياتي. قال لي يا شاب لو عايز تبقى مبسوط اتعلم تبقى جاهل. بالظبط يا ابو الاصدقاء، الرياكشن اللي على وشك ده كان نفس الرياكشن بتاعي لما سمعت الكلمه. اصل ازاي الجهل اللي يعتبر حاجه وحشه جدا هي سر سعادته، لحد ما بدا يشرح لي الموضوع. ومن ساعتها انا حياتي اتغيرت، لان بكل بساطه علمني ازاي اوازن بين الوعي والجهل في حياتي. ولو عايز تفهم معنى الكلام اللي بقوله، فانت هتفهم كل حاجه لو شفت الفيديو الكامل في قناتي على يوتيوب. بيني وبينك انت هتندم جدا يا ابو الاصدقاء لو ما شفتش الفيديو ده. بس وكالعاده ما تنساش تعمل شير.